هل انا محتاج ان انا اروح لدكتور اسنان بشكل دوري؟ طبعا، لان مش كل مشاكل الاسنان بنحس بيها بشكل مباشر. فالتسوس عندي بيبدا في طبقات الاسنان الخارجيه الاول قبل ما يوصل للعصب، قبل ما نبدا نحس فيه بالم، فلازم نلحقه وهو في المرحله دي، وده اللي بنقول عليه الحشو العادي. واشهر نوعين عندي في الحشو العادي هو الامالجم اللي بيكون لونه رمادي اللي بيسموه البلاتين، او الحشو الكومبوزيت اللي هو اللون الابيض بلون الاسنان. البلاتين كان له بعض المشاكل اللي بدانا نتجنبها في الحشو الابيض، زي اول حاجه اني بحافظ على السنه، اني بشيل الجزء اللي على قد الحشو بس. تاني حاجه ارتباط الحشو الابيض بالسنه بيكون كيميكال على عكس الامالجم، وده بيدي قوه اكبر للسنه. تالت حاجة اللون، طبعا انه بيدي ميزة جمالية كبيرة انه بنفس لون السنة. الحشو الابيض صعوبته في وجود ماتيريال وادوات كتير لازم نستخدمها علشان اطلع جودة كويسة للحشو ده، ولازم الدكتور يختار افضل مواد سواء في مادة اللزق او الحشو نفسه، لان في عندي متغيرات كتيرة وحشوات كتيرة وفئات كتيرة في الحشو الابيض. وده اللي بيميز مركز الطارق، اننا بنختار افضل ماتيريال وافضل اجهزة وادوات تساعدنا ان احنا نحقق افضل نتائج من الحشو العادي، وكمان بنأكد على ده بالاكس راي بعد الحشو والمتابعة الدورية المستمرة.